بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ خليني أوضح لك إحنا بنعمل إيه. ده تمرين عملي لإدارة النفس من خلال نظام قرآني واضح. إحنا بناخد أمر واحد من أوامر رب العالمين ونحوله لسلوك بسيط ونكرره يوم ورا يوم لحد ما يبقى عادة والقلب حاضر فيها، مش مجرد حركة. تمارين يومية وتنفيذ من غير ضغط. جرب وشوف بنفسك لما تطبق الأمر الإحساس بيبقى عامل إزاي. ولو دي أول مرة تسمع السلسلة ارجع لمقدمة البرنامج في الحلقة الأولى، هناك الفكرة كاملة وهنا التطبيق العملي. النهاردة مش داخلين نتكلم عن عبادة تقيلة ولا تغيير ضخم ولا حاجة محتاجة مجهود أصلا. النهاردة هنبدأ بحاجة بسيطة جدا بس خطيرة، حاجة بنعملها كل يوم ومع ذلك قليل قوي اللي واخد باله منها: السلام، أو زي ما ربنا قال التحية. خليني أسألك سؤال صريح: عمر حد سلم عليك ورديت عليه وانت عينك في الموبايل، أو وانت ماشي، أو وانت أصلا مش واخد بالك؟ احنا بنسلم كتير بس قليل مننا اللي بيحيي فعلا، وفي فرق كبير بين الاتنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فحيوا، أمر مباشر. لو عدينا على الآية بسرعة ممكن نفهمها كده: حد سلم عليك رد السلام. لكن لو وقفنا ثانية هنكتشف إن ربنا مش بيتكلم عن كلمة، ربنا بيتكلم عن جودة تعامل. ربنا بيديك امر تشغيلي مباشر. لما حد يحييك ما تردش وخلاص، يا اما ترد باحسن يا اما ترد بنفس المستوى. وليه ده مهم؟ علشان ربنا قال ان الله كان على كل شيء حسيبا. يعني اللحظة اللي انت فاكرها عادية دي محسوبة، وهو ارادته انك تستفاد منها. التحية مش بس كلمة، التحية ممكن تكون ابتسامة، نظرة محترمة، او نبرة صوت ايجابية. إحساس يوصل للي قدامك إنك شايفه، غير كده تبقى حركة فاضية. التحية هي أول انطباع، أول إحساس، وأول اختبار حضور. لو البداية دي مش واعية العلاقة كلها بتبدأ مهزوزة. علشان كده الآية دي بتعلمنا التحية المقصودة مش طالعة من العادة لكن طالعة من النية. في التمرين ده هنشتغل على أي موقف فيه سلام. لما شخص يسلم عليك قبل ما ترد عليه افتكر إنك داخل تنفذ أمر ربنا، وقول بهدوء في قلبك: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبعدين رد السلام بنبرة أهدى وإنت مبتسم وبإحساس حقيقي. نفس التحية بس مش عادية، تحية طالعة من التزام بأمر ربنا. حول اللحظة من عادة لأمر إلهي بتنفذه. في آخر اليوم ارجع للفورم الخاص بالتمرين علشان تلاحظ التكرار بهدوء لحد ما العادة تثبت. استخدم نفس الفورم كل يوم. هتلاقي لينك التحميل في البايو، ولو بتتفرج من يوتيوب اللينك موجود في الوصف. وانت بتتابع التمرين على الفورم اسأل نفسك: هل الآية عدت على قلبي قبل لساني، ولا لساني سبق وقلبي ما كانش حاضر؟ مع الوقت النفس هتبدأ تهدى، وهتحس ان القرآن مش بس بتقراه، ده بقى نظام تشغيل شغال جواك. ونبدأ من أبسط حاجة: السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.